مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهارده من خلال عرض أول فيلمنا فيلم درامي قصير بعنوان البطالة المقنعة. بيتكلم عن موضوع كلنا بنعاني منه، عن البطالة المقنعة اللي بنعيشها وازاي بيتم فرضها بشكل غير مباشر من جانب المجتمع. ازاي احنا كمان بنساعد في هذه البطالة المقنعة. بنشوفها في كتير من يعني اوجه حياتنا بشكل يعني مبالغ فيه. بنشوفها في ركنه، بنشوفها في حد بيقول لك دايما كل سنه وانت طيب، بنشوفها في بنزينه، في كل حاجه. هنشوف النهارده ونشوف ازاي تم تناولها، وكمان ايه التكنيك وايه اللي عايز يوصله لنا من خلال فيلمنا النهارده. معانا النهارده مخرج وصاحب الفكره يوسف حمدي. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. بدايه انت صاحب الفكره. بالظبط. ليه اخترت ان انت تتكلم عن البطاله المقنعه اللي احنا بنعيشها؟ هل حاسسها بالفعل؟ هل بتعاني منها مثلا؟ قول لنا كده. هو اكيد فكره مشكله البطاله المقنعه هي مشكله اجتماعيه كلنا بنعاني منها، الشارع المصري بيعاني منها وكتير من الدول الناميه والدول الثانيه بتعاني منها برضو. الفكره لما اتعرضت عليا او لما الدكتور هو الدكتور كان موجهني ان انا اعمل الفيلم عن الموضوع ده. ولكن انا لما جيت اصور الموضوع او ان انا اعمل سكريبت المشاهد عن الموضوع، كان الموضوع صعب بالنسبه لي، اللي هو انا هصور. هو اصلا لما اتعرض عليا انا ما كنتش عارف يعني ايه بطاله مقنعه، لان كلنا او في الغالبيه العظمى مننا عارفين يعني ايه بطاله. صحيح. ده شخص عاطل عن العمل او ما عندوش وظيفه او مش لاقي وظيفه. لكن بطاله مقنعه او فكره بطاله مقنعه دي حاجه ممكن مش مألوفه شويه. فلما بحثت عنها شويه وبحثت في جوجل. بحثت ليه؟ ده احنا بنشوفها على طول كل يوم في حياتنا. بس المصطلح المصطلح كان بالنسبه لي اللي هو مقنعه. يعني ايه مقنعه؟ يعني فكره القناع. طب يعني ايه اللي جاب فكره المقنعه مع المصطلح يعني؟ فلما بحثت شويه عرفت ان المقنعه دي يعني ده شخص عاطل عن العمل ولكن لابس زي شخص لابس قناع. فبيتدارى او بيستخبى بالمعنى العام يعني ورا القناع دوت، في انه مثلا واقف بيبيع مناديل في الشارع. صحيح. اي حاجه بقى، كل سنه وانت طيب، مش عارفه اي حاجه بالزبط. وانت بيركنك بيساعدك في حاجه، فمفيش نشرب شاي ما اعرفش، اظن بنسمعها. مش كان هي بالنسبه له تبقى وظيفه. ايوه هي وظيفه، لكن هي بالنسبه للمجتمع هي مشكله اجتماعيه. طب انت عرضتها لنا من خلال شخصيه. انا كنت شايفه ان هو لابس خاتم عليها ميزان العدل، يعني محامي او بالزبط. يعني انا قلت حاجه في المجال ده، محامي قاضي كده. انت ليه عايز تجيبها من خلال عمل الشخصيه دي؟ عايز تقول ايه؟ هو في الاول قبل ما اختار الشخصيه انا كنت عايز احط موظف. عايز بقى اجيب موظف نازل من شغله في يوم عادي جدا، ولكن ده موظف بيشتغل في مؤسسه ايا كانت المؤسسه دي ايه، ولكن هو راجل ملتزم وعنده وظيفه بيقوم بيها في المجتمع وبيخدم المجتمع من خلاله. فاخترت بقى فكره المحامي ده. كان ابن عمي وهو يعني الكاركتر بتاعه كنت لسه هقول لك هو مش معاك في الكليه، باين عليه ان هو اكبر طبعا. بالظبط. هو بيشتغل اصلا محامي. فقلت بقى يعني حاجتين مع بعض، اللي هو وظيفه هقدر ان انا ابرزها واظهرها للمشاهد من خلال بقى الخاتم، من خلال الشنطه وهو نازل بالشنطه بالبدله بيركب العربيه. برضو هيئه المحامي برضو بتبقى شويه بالنسبه للناس حاجه مألوفه شويه. طب وكمان انت عايز تقول ان احنا بنساعده، يعني بنساعد الناس دي اللي هي عندها البطاله المقنعه، اللي بتمارس علينا البطاله المقنعه. بالزبط. حتى احنا كمثقفين وكمتعلمين احنا بنساعدهم، بدليل انت خليت المحامي اللي هو متعلم وبيبقى صاحب أو يعني قضايا واراء في المجتمع، قد ايه هو كمان هو مشارك ان يبقى عندهم الناس دي بطاله مقنعه. هو مشاركهم لان كل حد عدى عليه كل سنه وانت طيب اداله فلوس، مش عارفه بيركنوا اداله فلوس، عدى عليه كده مجرد مش عارفه ماسك مناديل او حاجه اداله فلوس. انت عايز تقول كمان ان احنا بقى حتى احنا كمتعلمين كاصحاب راي كمان، يعني انت كمان خليتها يعني محامي، يعني عارف يعني هو ممكن يكون هو ممكن فعلا يرفع قواضي على الناس دي اللي في الشارع. انت خليت ان هم دول نفسهم اللي بتساعد الناس دي. انت عايز تقول ايه؟ هو المحامي هنا هو انا برسته، يعني عرضت فكره المحامي كانه يعني في اطار انه موظف بيقوم بالشكل السليم في اداء وظيفه. لان الشخص اللي بيبيع مناديل في الشارع هو مفكر نفسه انه بيعمل وظيفه،
لكن دي مش وظيفه. هو بالنسبه للناس او للمواطن العادي او الشخص اللي بيشوف ان هو مع احترامي حد سائل او حد بيشحت، لان الموضوع بيبقى ظاهر كده. فحبيت احط مقارنه ما بين الشخص المواطن، يعني الشخص اللي يعني بيبيع مناديل هو ما عندوش حاجه، ما عندوش مشكله اصلا صحيه او مشكله بدنيه ولا تقدر حاجة. تمنعه ان هو يشتغل في مصنع او يشتغل في شركه، ما بين ان ده شخص موظف وبينزل من شغله وبيكونوا بيصحى. صغيرين كمان في السن، اه لسه شباب صغيره جدا. يعني بالظبط. مش مثلا نقول واحد لا كاهل مش قادر يعمل، لا ده في غالبيه طبعا، في غالبيه منهم بتبقى بالظبط. سنها في فتره الشباب وكده. فانت عايز توصل ان احنا كاشخاص في المجتمع مساهمين في وجود البطاله المقنعه، انت عايز توصل ان احنا السبب، صح كده؟ هو اكيد احنا بنساهم في الحته دي، واكيد برضو الناس دي ممكن يكونوا ممكن شويه مهملين في نفسهم او ما بيدوروش ما بيبحثوش في. ممكن يكون في كتير من الوظائف اللي موجوده في الدوله. يعني انا كشاب عندي 20 سنه لو حبيت ان انا اشتغل بعيدا عن دراستي هبتدي ان انا ابحث عن شغل. طب ما انا عارفه، انا عايزه افهم، هل انت غرضك من الفيلم ده انك تقول لنا احنا كاشخاص في المجتمع انتوا اللي بتعملوا البطاله المقنعه فتوقفوا عن مساعده الناس دي؟ انت عايز تقول كده؟ لا مش بالظبط. هو انا بعرض المشكله الشارع بيعاني منها. السبب بقى في الجزئيه دي ممكن طبعا احنا اكيد احنا جزء من الاسباب من اسباب استمرار الموضوع ده، لان هو لو مسك المناديل وباع المناديل في الشارع او مارس اي عمل في اطار البطاله المقنعه واحنا ما ساعدناهوش، اكيد ممكن مش هيعمل كده تاني. زي السايس برضو، السايس لما يجي مثلا بركن العربيه وهو بيجي ياخد مني فلوس، انا لو رفضت اني اخد منه فلوس واتصلت مش هيركنك. بس لو اتصلت بالحكومه بقى وبقى في يعني رد فعل شويه من الموضوع دوت، ممكن ما يبقاش فيه حتى فكره السايس دي ممكن تتمنع اصلا. انت عايز توجه رساله للمسؤولين اكتر؟ أكيد. يعني انا عايز اعرف رسالتك لمين؟ للافراد في المجتمع ولا للمسؤولين عشان ياخدوا بالهم ويمنعوا البطاله المقنعه دي؟ انت عايز توجه رسالتك لمين بالظبط؟ هو اكيد الاثنين، بس الاكتر طبعا المسؤولين. المسؤول هو في ايده القرار وفي ايده ان هو يساعد الموضوع ويحل الموضوع. يعني مثلا فكره السايس حضرتك لسه بتقولي ان هو مش هيخليني هيركنك، صح؟ فمين هو مين صاحب رد الفعل؟ انا حضرتك يعني مش هتخانق مع السايس في الشارع او كده، مش هزعق معاه، ولكن في حد هو مسؤول عن رد الفعل تجاه الموضوع ده او قصاده يعني وكده. صحيح. واحيانا برضو في ناس بتاخدها من جانب دي صدقه، يعني احيانا برضو انت يعني في ناس كتيره بتعملها من جانب دي صدقه بعيده بالزبط. بقى عن هي دي بطاله مقنعه. بالظبط. فبس برضو مش عارفين الصدقه دي احنا بنوديها للي بيستاهل ولا لا. في ممكن ناس تستاهل الصدقه دي واحنا بنوديها في مجال غلط خالص يعني. طب انت ليه ما فكرتش يا يوسف تقول لنا الحل ايه من وجهه نظرك؟ يعني انت عرضت الموضوع، هل مثلا كان يعني انت ما جبتليش الموضوع غير من خلال شخص هو بيتعرض للبطاله المقنعه طول الوقت من اول ما بيصحى من النوم زي ما احنا بيحصل فينا لغايه ما بننام بنتعرض للبطاله المقنعه. لكن انت مثلا ما جبتهاش مثلا من وجهه نظر قانونا ده ممكن نتصرف فيه ازاي، من وجهه نظر الدين مثلا ما جبتش حلها. طب نحلها ايه؟ المسؤولين، حد من المسؤولين مثلا يكلمنا. ليه ما تتطرقتش للحل ايه؟ هو ممكن في كذا نقطه خلتني انا اعمل الموضوع ده وخلتني اعرضه بالشكل ده، ان الموظف بينزل من بيته بيقابل العينات دي من المجتمع. اول حاجه ان هو فكره الموضوع يكون فيه شويه بساطه، يعني اي حد هيشوف الفيلم هيحس ان هو مكان الموظف، لان ممكن بدل ما يقابله هو راكب العربيه ممكن يقابله في الشارع قدام الجامعه، قدام الشركه اللي بيشتغل فيها، او في اي مكان، او في الموقف، او في اي مكان تاني. ولكن بقى فكره ان انا اعرض الفكره بالطريقه ديت، وان انا اجيب موظف يكون هو بطل العمل ويوضح لي الموضوع دوت. الاول لما الفكره اتعرضت عليا او لما الفكره حبيت انفذها، قلت وانا ممكن مثلا اصور الناس دي وهي في الشارع او اصور ناس حقيقيه، وكده بقى هيبقى فيلم تسجيلي بقى بجد. ان انا هصور واقع واصور فعلا الناس ديت وهي موجوده في الشارع، سواء كان بعلمهم او يعني اكيد هيكون بعلمهم وكده، بس انا هبقى هدي مثال حي. ولكن انا في الفيلم جبت ممثلين، بس حاولت برضو ان انا اجيب ممثلين قريبين شويه
الحياه الواقعيه. من الحياه الواقعيه في الشكل وفي الأداء. وكمان ما قلتلناش بقى رد فعل الناس نفسها، هل هي بتبقى يعني ما قلتش مثلا الراجل ده اللي هو قايم من الصبح بيتعرض للبطاله المقنعه طول الوقت، هو حاسس بايه؟ يعني هل هو متضايق كده ان هو طول النهار هو حاطط بند فلوس للناس دي طول ما هو ماشي؟ يعني هي دي فعلا الحقيقه اللي احنا قلت لحضرتك انا كنت في الاول عايز فكره الفيلم، اه بس انا ما عرفتش اعمل ده قوي بصراحه، او ان انا كنت مضغوط شويه في المشروع وعايز اسلمه. كنت عايز ان انا ابرز فكره ان ده موظف، وكمان اخر الشهر كنت عايز يعني بالظبط. وهو معهوش مثلا في المحفظه، وكنت عايز اصور ده برضو غير مثلا مبلغ رمزي. بالظبط هو معاه عربيه بس كان مهم جدا ده، لان فعلا الناس كلها يعني فاكرين مثلا اللي معاه عربيه ده طول النهار هيوزع بقى فلوس. طب ما هو فعلا هو موظف وليه امكانيه معينه بالظبط. وممكن يبقى في اخر الشهر ما عندوش حاجه بالظبط. خالص. ده حقيقي. حتى انه معاه عربيه، فقلت حتى فكره العربيه ممكن تدي منظور تاني اللي بيشوف، اللي هو طب ما ده معاه عربيه اكيد حالته الماديه كويسه. لا، كنت هحط فكره ان هو بيروح البنزينه اه بيقول له 30 بس، ايوه. فاللي هو عشان يعبر ان فعلا الشخص هو يعني عارف هو بيعمل ايه، ان فعلا يعني انا شايفه كمان الفيلم ده بيورينا قد ايه احنا ناس بتوع مظاهر، بتوع كمان بناخد يعني من الشكل الخارجي من بره. بالظبط. بنلاقي ده واحد ده ممكن يكون اللي بيمارس البطاله المقنعه دي غني جدا، وممكن يكون اللي بيسوق العربيه ده هو مش معهوش فلوس. بالظبط. فاحنا قد ايه بتوع مظاهر. نطلع كده بقى نشوف جزء من فيلم البطاله المقنعه ونرجع على طول نستكمل. خليكم معانا. رجعنا لكم تاني. ويمكن كده يوسف يعني عايزه اقول لك كذا موقف يبين ازاي ان احنا ممكن
كشكل خارجي بنصدر ان مثلا ده موظف. انا افتكرت ان هو مثلا ده رايح يمون في البنزينه، هيمون حاجه بسيطه عشان معهوش مثلا، او وهو العربيه عطلانه، انا قلت برضو عشان ما يبقاش فيها بنزين. ليه ما بينتلناش ان هو كمان كموظف هو محدود، ومع كده هو مصدر لنا هو عنده استعداد ان هو يدي على طول. يعني كنت ممكن تبين ان هي في ازمه برضو عند الاشخاص دي، يعني مش على طول هم قادرين يدوا. بالظبط. انا لما جبت موقف ان العربيه عطلت اول ما طلع من البيت، كان كان هو كنت عايز ابرز فيها حاجتين. اني انا استغل الموقف دوت في ان اجيب بقى عينه من الشخص اللي هو الممثل الاول، ويبقى في سبب ان هو واقف بالعربيه بيفتح الكبوت فبيشوف العربيه فيها ايه، فيجي الشخص دوت فاصوره. بالظبط. فده يبقى فهو المثال الأول. ما عندوش يعني يحط بنزين كفايه، وفي نفس الوقت هو بيتعرض لبطاله مقنعه وهو واقف. بالظبط. ما عرفتش بقى يعني مش الموضوع ممكن ما سمحش شويه ان انا ايه ابين ان انا ما عرفتش ابينه من الاول. يعني ما عملتهاش من الاول ان انا اجيب هو معاه قد ايه في المحفظه وميزانيته كام في اليوم. بالظبط. ده كان مهم قوي كمان توضح لنا الحته دي يا يوسف. يعني انا شايفه ان دي كانت مهمه قوي، لان احنا فعلا بنتعرض لده، يعني طول النهار ما انت ماشي بالظبط. في بطاله مقنعه حواليك في كفايه كل سنه وانت طيب. طول السنه احنا كل سنه وانتم طيبين، ما اعرفش ليه يعني، احنا طول السنه. بالظبط. فدي فعلا احنا بنتعرض لها، وممكن يكون الشخص ده معهوش فعلا، او ما عندوش كفايه انه يخدم على البطاله المقنعه اللي حواليه طول الوقت. ممكن يعني يكون ده ظهر بطريقه غير مباشره في حته ان هو لما كان بيدي الشخص دوت الفلوس وكده، فكان بيبقى مبلغ رمزي بسيط، فكه يعني من الاخر. فعشان برضه اظهر مش مثلا ما قلتلوش مثلا اديله 200 جنيه كده هتفرق جدا، او 100 جنيه. فدي كانت هتفرق. ده الشخص ده بقى مستواه يعني اللي هو بيطلع فلوس وخلاص، فالموضوع كان هيبقى شكله مش. لا، ما هو انت بينت لنا الاول ده موظف. موظف رايح اهو، ده موظف بينت لنا. فاكيد الميزانيه مش قوي. حتى فكره لما الاول لقطه اللي كانت لقطه جايب فيها الموبايل وفي المنبه، فكان اكيد تقريبا كان ظاهر التاريخ او حاجه، كنت عايز اظهر التاريخ ان ده يوم 28 في الشهر او كده. حتى لما سالت الدكتور فقال لي ان المرتبات الحكوميه تقريبا بتبدا من يوم 10 تقريبا في الشهر او حاجه زي كده. طب ما قلتلناش ليه كمان حل للموضوع ده؟ يعني ما طرحتش ليه حل؟ يعني برضو ليه؟ ده بقى بيرجع للفكره الاساسيه او للوظيفه الاساسيه بقى للاعلام. يعني من واسع فهم ان هو بيعرض الموضوع بس، ان هو بيعرض المشكله، ما بيحلش او ما بيعالجش. لا هو ممكن يقول هو انت بتوجه رساله للمسؤولين، وممكن يقول من وجهه نظري بيتكلم ممكن يبقى الحل ازاي. هو حتى لو قال وجهه نظره، حتى لو وجهه نظره فيها او حل، وجهه نظر الناحيه الدينيه، الناحيه الاجتماعيه، الناحيه القانونيه، وبالتالي انت هتخلينا احنا كمشاهدين نبتدي نقول طب احنا هنتصرف ازاي مع دول. حتى لو هو قال وجهه نظره وقال الحل في الموضوع. يعني مثلا قلت ان الحل لمواجهه مشكله البطاله المقنعه ان الشرطه تتخذ اجراءات مثلا عند مثلا فكره السايس، ما يبقاش فيه سايس في اي مكان. فانا ممكن اقول الحل ده. هل الدوله مش عارفه؟ ممكن الدوله تكون عارفه الموضوع ده، بس ممكن الدوله يكون عندها حاجات اهم شويه من الموضوع. طبيعي ان اي مكان، اي دوله فيها مشاكل، فيها مشكلات اجتماعيه، فلازم بقى احنا بنحاول ان احنا نعرض، نفكر المسؤولين، يعني نلفت انتباههم للحاجه دي. يعني اكيد تمام. الدوله في وسط المشروعات اللي هي بتعملها الضخمه، فاكيد صحيح. وادينا اهو بنتكلم اهو، يمكن حد ياخد باله. بإذن الله. طيب قولي كده بقى، طبعا في عناصر مساعده، مش بس يعني انت مخرج هذا العمل، يعني مثلا الموسيقى كانت ليها عامل مهم قوي، الموسيقى اللي هي المؤثرات الصوتيه. يعني اختيار الموسيقى انت اخترتوه ولا مين؟ هو الفيلم كان يعتبر معظمه مؤثرات صوتيه، مؤثرات صوتيه حيه، ومؤثرات صوتيه برضو انا يعني مركبها على الفيديو. تمام. خد ايه بقى الفيلم في الكليه؟ الفيلم هو انا بصراحه طبعا انا كنت الحمد لله في الجزء النظري مع الدكتور كنت جايب انا عارفه انت من الاوائل الدفعه. بالظبط. خدت ايه بقى؟ فهو كان الدكتور، كان حتى دكتور مهند كان متفائل جدا بالفكره وعجبته قوي فكره ان انا عالجته من المنظور ده. او هو كان انا حتى هو قال لي، قلت له طب انا هصور الناس دي ازاي؟ او انا هجيب ممثلين، فاللي هو انا هصورهم في الشارع. فكانت دي اصعب حاجه بالنسبه لي، اللي هو هصيغ الموضوع ازاي في الفيلم يعني. ايوه.
فلا عجبته جدا هي وعجب. حلوه، بس انا كان وجهه نظري انا بقى ان كانت تعمل لنا سبوت على حاجات معينه، ان الشخصيه دي معهوش مثلا محفظته فاضيه زي ما انت قلت كده، دخل البنزينه وبيحط مثلا مبلغ قليل، فانت هتوصلي رساله ان هو معهوش يخدم على البطاله المقنعه طول الوقت اللي هو بيتعرض لها. فهم والناس فاكره انه ممكن يديهم في طول الوقت. فيعني في اشارات كده كانت ممكن توصل لنا احنا كمشاهدين اللي انت عايز تقوله. هو كان بصراحه كان الموضوع ممكن زي ما صحيح. حضرتك قلتي. طب قول لي انت عايز تكمل بقى في الاخراج ولا ايه؟ الاخراج هو بصراحه انا يعني شويه حابب ان انا اكمل في الماجستير وشهاده الدكتوراه بعد ما اول على اخلص. الدفعه بقى. بالظبط. ف ولكن طبعا الاخراج انا عامه بحب ان انا يعني لما اجي اشتغل في حاجه او اكون انا يعني حته فكره الاداره. والمخرج بطبعه ان هو بيكون قائد للعمل وبيدير العمل. فانا بشوف نفسي برضو في الحته دي. فانت حابب الاخراج، والا ما كنتش بقى عرفت ان انا انفذ الموضوع جميل. لوحدي. والفكره حلوه، وفكره احنا فعلا بنعاني منها كلنا يعني. نشوفك بقى ان شاء الله معانا بقى في حاجات تانية كده، افلام تانية تعملها لنا كده، افكار اجتماعيه لطيفه كده. بشكر طبعا النهارده ضيفنا يوسف حمدي. شكرا ليك يا يوسف. قد ايه فعلا يعني انا ببقى مبسوطه جدا من شبابنا، افكار يعني كتيره جدا احنا كمان بنعاني منها. البطاله المقنعه دي فعلا يعني، وانا بتكلم دلوقتي انا متاكده كل اللي بيشوفونا دلوقتي حاسين هم بيعانوا من هذه البطاله المقنعه، وازاي احنا كمان بنساعد في هذه البطاله المقنعه. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.